السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كده في اتم الصحة وفي احسن حال. معانا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة كده، هنعملها مع بعض ونشوف طريقتها ازاي. السجق. هنطلع السجق من الفريزر قبلها بربع ساعة. واول حاجة معانا طاسة وفيها مية مغلية، هننزل فيها بالسجق ونخليه في المية كده لمدة ربع ساعة يفك معانا من التجميد اللي هو فيه، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا في سجق بلدي، بس انا مش جايبه السجق البلدي، انا جايبه السجق المجمد ده. كيس السجق ده يا بنات ب60 جنيه، والبلدي سعره 170 جنيه. فيعني المتاح عندك والسهل عندك هاتيه. بعد ما خليناها كده في المية ربع ساعة، هنطلعها من المية ونقطعها كده مكعبات صغيرة براحتك. عايزة تقطعيه مكعبات صغيرة زي ما انا هقطعه، عايزة تخليه كبير، عايزة تخليه طويل زي ما هو كده، مفيش اي مشكلة. بس يعني انا بحبه صغير عشان انا بحشيه في السندوتشات، اهو زي ما انتم شايفين كده قطع صغيرة. وكل واحد بقول لكم على حسب ما يحب، يعني صغير طويل زي ما هو طويل كده، كل واحد وعلى حسب ذوقه، وهو على حسب ما هو يعني حابب ان هو بياكله بأني شكل يعني. معانا هنا برضو بصلاية متقطعة وطماطم متقطعة كده زي بتاعة السلطة، البصل شرايح، وفلفل رومي. معانا طاسة على النار كده، هننزل فيها بشوية زيت مش كتير، يسخن الزيت وهننزل فيه بالسجق. اهو زي ما انتم شايفين انا مش مكترة الزيت لان هو بينزل دهون. اول ما الطاسة سخنت هننزل بالسجق، نسيبه على النار يتشوح شوية كده، يعني شوية بسيطة يغير لونه، وبعدين ننزل فيه بالخضار بتاعنا بقى اللي احنا مجهزينه. هي وصفة سهلة وبسيطة وطعمه جميل برضو، جربوه. انا جربته كذا مرة، اول مرة جربته لقيته يعني كان طعمه جميل، فبقيت بعمله على طول. اول ما السجق كده اخد لون اتشوح شوية، نزلنا فيها ايه بالبصلاية صغيرة كده، تتشوح شوية مع السجق يا دوب تدبل. بعد ما البصلاية هتدبل هننزل بباقي بقى الخضار اللي احنا مقطعينه، هنشوف مع بعض يعني هنعمل ايه. اهو زي ما انتم شايفين انا لسه برضو البصلة لسه يعني مدبلتش، فهستنى لحد ما البصلة تدبل. وبعدين احط بقى الفلفل، هحط الفلفل الرومي اول تاني حاجة. في بقى اللي بياكل السجق كده مع سندوتشات، وفي اللي بياكل جنبيه مكرونة، ويعني كل واحد على حسب ذوق. انا معاكم هعمل مكرونة سباكيتي جنبه. وفي اللي بيعمل سلطة طحينة برضو. اول ما البصلة دبلت شوية صغيرين كده، مش اللي هي دبلت قوي يعني، هننزل بالفلفل الرومي اللي احنا مقطعينه شرايح برضو، يا دوب مش هيكمل 5 دقايق كده، يعني دقيقتين كده يتشوح بس مع السجق والبصل. وهنجيب معلقة توم صغيرة، وهننزل بيها مع السجق والبصل والفلفل. بس هنسيب الاول الفلفل كده ياخد له تشويحة بسيطة مع السجق والبصل. نجيب بقى معلقة التوم الصغيرة اللي قلت لكم عليها، وننزل تشويحة بسيطة كده للثوم مع السجق. وبعدين هننزل اخر حاجة بالطماطم، الطماطم اللي مقطعينها مكعبات صغيرة زي السلطة كده، ودي بنخليها اخر حاجة عشان الطماطم تنزل المية بتاعتها وتستوي مع السجق.
اهو كده نزلنا بالطماطم. هنسيبها بقى مع السجق تنزل ميتها وتستوي مع السجق. هنخليها بعد ما ننزل الطماطم نخلي السجق على النار مدة 5 دقايق بس، وبعدين ننزل، بعدين نطفي عليها. في بقى هنا لو حابة تحطي لك معلقة صلصة عشان تديله لون اكتر يعني، مفيش مشكلة. اللي حابب يحط. انا هنا ما حطيتش صلصة، واستكفيت كده بالطماطم والبصل والفلفل بس انت يعني حابة تحطي، هي كده كده الطماطم هتنزل ميتها وتديله لون. حابة يعني لونه يبقى يعني لونه احمر، زودي معلقة صلصة. هنسيبه على النار 5 دقايق زي ما قلت لكم يستوي مع بعض. هنغطي عليه 5 دقايق وبعدين نشوف هنعمل ايه فيه تاني. هعمل انا جنبيه مكرونه سباكيتي وميه مغليه، وهنزل فيها بمعلقه ملح، وبعدين انزل بالمكرونه واسيبها تستوي مع نفسها بقى. اكون انا عملت لها الصلصه بتاعتها. والسجق اهو زي ما احنا شايفين اهو كده شغال على النار زي ما قلت لكم 5 دقايق، وهو كده خلاص تمام. هنشوف بقى محتاج بهارات ولا محتاج ملح ولا حاجه. انا لقيته لسه محتاج شويه ملح، فهحط له شويه ملح بسيطه يعني، وشويه كمون وشويه فلفل. حابه تحطي كزبره برضو حطي. بس كده وهطفي عليه. نيجي بقى للصلصه بتاعه المكرونه. معانا حله على النار اهو، هننزل فيها بشويه زيت، مش كتير، شويه صغيرين. وننزل فيها بشفشق الطماطم، ونسيبها تتسبك مع نفسها، ونحط لها الملح والبهارات بتاعتها. انا بحط ملح وفلفل بس. ونسيبها تتسبك. انا يعني لما بحب اعمل مكرونه سباكيتي بعمل المكرونه الطماطم لوحدها والبصل لوحده. نيجي بقى للبصل بتاع المكرونه السباكيتي. شويه ملح صغيرين، وعليهم معلقه نشا صغيره برضو. النشا ده عشان يخليها كده مقرمش وناشف مش طري. وبعدين هقليه في الزيت عادي. والطماطم اهي معايا لسه على النار بتتسبك، هي لسه ما اتسبكتش. المكرونه اللي كنت طفيت عليها خلاص وصفيتها. وده كان شكل السجق بتاعنا وشكل طبق المكرونه. وطلعنا جنبه ليمون مخلل، وبالهنا والشفا. كان طعمه لذيذ وتحفه. جربوه وقولوا لي ايه رايكم. طعمه جميل، سهل وبسيط ومش مكلف جدا يعني. وده كان شكل طبق المكرونه بتاعنا برضو. يا رب يكون